شوف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم في نقل القرآن الكريم. حتى لما القرآن يعاتب النبي ويهذب النبي ويعاتبه يقول له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ربنا بيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم إنه كشر ودور وشه عن واحد أعمى مش شايفه أصلا. لكن يعني وعشان النبي صلى الله عليه وسلم شايف ناس أهم وشايف ناس يعني عايزهم يدخلوا في الإسلام وسادة من سادة قريش وعايز يدعوهم للإسلام، لكن ربنا يعاتبه ويعلمه ويعلمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل هذا التعليم وهذا العتاب بمنتهى الدقة والأمانة ويقول ربنا قال لي كذا. إيه الصدق ده؟ إيه الأمانة دي؟ إيه الأمانة دي؟ ربنا يقول له وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. إيه ده؟ وينقل النبي صلى الله عليه وسلم بمنتهى الصدق ومنتهى الأمانة عتاب الله سبحانه وتعالى ليه. يا أيها النبي اتق الله، اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. ربنا بيعاتبه وبيعلمه وبيعلمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم بينقل بمنتهى الدقة بيقول بالظبط. ولما يتكلم القرآن عن سيدنا محمد يعني مع عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه، لكن تلاقي مثلا في موقع الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية لله سبحانه وتعالى هو أعلى حاجة وأعظم حاجة. ما يكبرش يعني. حتى لما ذكر اسم محمد في القرآن الكريم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقرأ هذا الكلام على الصحابة يقول لهم ربنا بيقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أنا واحد من الرسل اللي جم قبل كده، أنا نبي، أنا بشر زيكم، كل إنما أنا بشر مثلكم، كل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا وما أسألكم عليه من أجر. يعني شوف القرآن، فإن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فيما يوحى إلي ربي. ده الخير اللي أنا بقوله ده من عند ربنا، ما يعظمش من نفسه. القرآن أكد على هذا المعنى كتير قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم نقل هذا المعنى بمنتهى الصدق والأمانة. ما تعاملونيش زي ما النصارى عاملت عيسى، ما تدونيش صفات الألوهية وصفات الكمال وصفات ان يقول لك ده محمد مدبر الأكوان. لا لا، أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. شوف يعني آيات قوية، آيات قوية ما لا يمكن يعني يقولها النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن صدق. شوف في سورة الأنعام وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. ربنا سبحانه وتعالى رب الكون بيكلم محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له أنت زعلان من إعراض المشركين، زعلان إن هم مش بيؤمنوا بيك. طيب وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل الآيات بالصدق وبأمانة، ونتعلم ونشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة عظمة، حاجة تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لما الكفار حبوا يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، يقول لك ده اذن، عارف يقول لك ده اذن، ده ودن، ده مجرد ده بينقل كلام، ده يقول ده ودني، ده بينقل الكلام. فربنا يرد ايه قل. شوف كلمة قل دي النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له قل وهو بيقول بنفس اللفظ قل، بينقل القرآن بالحرف. قل اذن خير لكم، هو اذن بس اذن خير لكم. هو فعلا هو بيسمع الكلام وبينقله، هو فعلا ما بيقولش حاجة من عنده، لكن اللي بيجيبه لكم ده كلام ربنا، اللي بيقول لكم ده خير ليكم يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. عظمة، إعجاز في نقل القرآن الكريم بمنتهى الدقة بمنتهى الأمانة. شوف لما الصحابة يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أي حاجة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. قل يسألونك فقل رد عليهم قول لهم كده. لما هم وإذا سألك عبادي عني، لما قال إيه لما يسألوك عني ما قالش فقل، قال فإني قريب. ما تحطش نفسك في النص، أنت مش وسيط. ما شال كلمة فقل.
ايه ده؟ انا بس عايزك تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول هذا الكلام من عنده، حاشاه يعني. هيقول كده؟ هيشيل نفسه؟ هيقول لهم انا ولا انا مش موجود؟ انا مش واسطه ما بينكم وما بين ربنا؟ واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. سيبني مني ليهم، تدخلش انت بقى. انا قريب منهم قوي، المسافه بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد صفر. بس تعالى يراك، يسمعك، مطلع عليك، مطلع على اللي جوه قلبك. فايه العظمه ده؟ ايه الصدق والامانه في نقل القران ده؟ سبحان الله. شوف لما النبي يعظم الانبياء السابقين ويكبر من شانهم ويقول عليهم ان هم قدوته، اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ربنا يقول اقتدي بالانبياء، اقتدي بالانبياء السابقين. ما بيقولش انا احسن واحد، انا لا لا لا، لانه بينقل كلام الله سبحانه وتعالى بالظبط. بالظبط زي البشرى اللي قال عليها المسيح عليه السلام، ان هيجي النبي من بعدي ينقل كلام الله، لا يتحدث من نفسه بل يتحدث بما ايه؟ بلسان من ارسله، كلام ربنا سبحانه وتعالى. وبس شوف في عز الازمه بعد غزوه احد، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكاد ان يقتل واصيب، ربنا يقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يؤمروا بالشورى ويؤمروا ان هو ينزل على رأي الصحابة ويسمع كلام الصحابة ويشاورهم رغم صعوبة الموقف. كل ده دليل على صدق القرآن الكريم وعلى صدق وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم في نقل القرآن الكريم. سبحان الله.